تعملي ايه لو جيتي تدوري العربيه الصبح والعلامه دي ظهرت لك؟ ملحوظه مهمه، انا مش جاي اتريق على علاقه الستات بالعربيات، انا جاي اشرح لك ابسط الحاجات اللي ممكن تبقى غايبه عن بالك، فتابعيني عشان تعرفي ايه هي الحاجات دي. انا طارق صلاح وده الجرار. انا عايز اقول لك على حاجه، اي لمبه هتنور في التابلو معناها ان في مشكله، والعربيات الجديده الحمد لله بقى فيها شاشات بتشرح ايه هي المشكله، ومن اللمبات المشهوره اللي بتنور دايما ولو سبتها هيبقى خطر جدا هي اللمبه دي. العلامه دي بقى معناها ان في نقص في ميه التبريد. دوره التبريد في العربيه هي دوره مغلقه، ومعنى ان هي مغلقه ان ما يحصلش فيها نقص خالص الا لو فيها تسريب، او انه يكون عدى عليها فتره طويله جدا اكتر من سنتين مثلا، فتقل ويكون بمقدار بسيط جدا مش ملحوظ. فمعنى ان الميه تقل واللمبه تنور عندك ان احنا قدام احتمالين، الاول ان الميه تكون قلت عن المينيمم، والتاني ان الميه تكون فضيت خالص وده احتمال ضعيف شويه. فاول ما العلامه دي تظهر لازم تبطلي العربيه فورا وتنزلي تبصي على مستوى الميه في القربه، وده شكلها. ولو لقيتيه ناقص تزوديه بميه مقطره لحد علامه الماكسيموم، وتاخدي العربيه لاقرب حد يكشف لك على دوره التبريد ويشوف التسريب جاي منين. وهنا لازم انبهك، اوعي تفتحي غطا قربه الميه الا لو العربيه بارده تماما، وكمان اوعي تنسي الغطا مفتوح او مش مقفول كويس بعد ما تزودي ميه عشان ما تقفش بيك على اول الشارع.